هذه الجلسه هذه ما كناش فرحانين بها بكل صراحه. كان تاجيلات ثم تاجيلات ثم تاجيلات. اليوم كنا جاو الضحايا كثار باش نشوفوا الجديد ديال هذه القضيه هذه. تنتفاجئوا بان اولا بعد الجلسه الفارطه تنتفاجئوا في عفو ملكي مديره المال خرجت. شكون يخول لها باش خرجت؟ الله اعلم. هذا سؤال مطروح. ما عرفناش كيفاش خرجت. كنت باقا في المناقشه وخرجت. كيف هذا بغينا جواب لهذا السؤال. ثانيا تنتفاجئوا ثاني اليوم كانت مرافعات، كانت مناقشات باش حيت المناقشات تعاودت دوزيام فوا مره ثانيه بحكم ان احد من القضاة حيل على التقاعد. تفهمنا هذا الموضوع هذا، ولكن في اخر الجلسه تنتفاجئوا بان المتهم الثاني الرئيسي لولا ما كانوش هاد الضحايا كلهم غادي يتنصب عليهم. تيدور لي مخرج هو غادي يخرجوا من السجن. غادي نقول واحد الكلمه بين قوسين، اذا كانوا غادي يخرجوهم كلهم، عطيو هاد الناس فلوسهم وخرجوهم كلهم، حنا ما عندناش مشكل. ولكن باش 6 سنوات ماراطونيه وتنصب على هاد الناس بالقانون وتنصب عليهم كل شيء كان باين. كل شيء الناس ما غاديش نجاوب على الجواب. غنهضر انا تنهضر امثل جميع الضحايا، تنهضر بلسان جميع الضحايا. هاد الناس كلهم عطاهم ملايين كثيره ماشي حاجه قليله، لدرجه ان وصلنا 80 مليار اللي مشات هذا النصاب هذا داها للناس. هذه اولا. ثانيا عطيناهم دي دوسيي ديال بنما ولا حتى هنا حاليا حتى في المغرب عنده الفلوس. فينا مشاو هاد الفلوس؟ واش هاد 80 مليار تبخرات؟ راه خي خسرت تاعيا كما تيقولوا، هو بحكم انني خسرت مع اصحاب اراضي ولكن 80 مليار هاد الفلوس تبخرات. ديما تيقول ما عنديش ما بغاش يعترف اصلا. كيفاش علاش ما بغاش يعترف؟ الله اعلم. ولا عنده سؤال وله الجواب. ما قيناش بكل صراحه لحد الساعه 6 سنوات ماراطونيه ما قينا لا جواب ولا شي واحد يجي من هاد الضحايا. تنتفاجئ بان المتهمون هاد البؤساء هاد المرضى هاد المتهمون هاد الضحايا اش غنسميهم؟ من سميتو هذوك بؤساء؟ هاد الضحايا اش غنسميهم؟ من جهه ثانيه غنعبر على الشعور ديالنا من الناس ديال الجاليه الامريكيه اللي تنصب عليهم في هذا المشكل. حنا كنبغيو هذه البلاد، كنحبوا هذه البلاد، جنا شي بركه، مشات فلوس كثيره جنا نستثمروها في هذه البلاد، ولكن مشات لينا فلوسنا مشات قانونيه وهميه. حنا تنصب علينا بالقانون، اذاعات، الاذاعه الاولى، دوزيام، معارض دوليه خارج المملكه وداخل المملكه. ولكن هذا النصب كان مخطط. انا هذا الشيء اللي كنقول نصب مخطط ما يمكنش، لان جاليه اكثر الجاليه. شنو علاقه دوزيام بهذا الموضوع؟ علاقه دوزيام داروا الاشهار. انا اش غنقول لك؟ داروا اشهارات. اش غنقول لهم؟ انا كنت معاهم باش قالوا لي الدوزيام تجي. لا، داروا اشهار في الدوزيام في اش علاقته؟ سوليهم انت قول لهم شنو العلاقه. لا، بغيت نفهم شنو. لا، احنا لقينا شو لابيب في التيفي في التلفازه كاين الاشهارات في الاذاعه الاولى في هذه موثقين. انا هضرت مع الموثق قلت له واش هذا الشيء معقول؟ قال لي لا، هو عارف ونصب. قال لي لا. يعني انتم امنتوا؟ امنا بالموثق. كاين موثق معين بظاهر ما يمكنش غيكذب عليك. دابا انت ملي غادي تبغي تمشي دابا ما كتقريش الورقه، غادي شي واحد يقرا باش يفهمها لك. الا ما قراش لك مزيان غلطك هو دا الذنب وانت مشيتي في الغلط. هذا موثق خصو يسول على الارض، خصو يسول على الوثائق، يتاكد من البقعاء كاينين من الناس سميتو. الوثائق الاداري كتخصو هو انك التدريب ديالو اللي دار ينصحك. انا عندي اختصاص في شكل، هو عنده اختصاص في شكل، انت دابا الاختصاص ديالك هو هذا، كل واحد عنده خدمته. ولكن هذا الشيء ما كانش نصائح. سولته انا مباشره قال لي انا على الشيطان هذا الشيء راه معقول. حنا دابا اللي كيهمنا من هذا المنبر اللي كنادي على صاحب الجلال نصره الله ونطلبوا ليه الشفاء العاجل، يوقف معنا في هذا المشكل، لان هذا المشكل ديالنا خمج هذا الموضوع. اكبر نصب عالميا 80 مليار ديال الفلوس اللي مشات لعباد الله، فيها 1200 ديال الخلق، منهم ناس ماتوا، منهم الزوجه ديالي الله يرحمها. 80 مليار واحد المبلغ ضخم بزاف، وماتوا الناس، تشلوا الناس، تفرقوا الناس، تعرضوا الناس للتشرد، شردوا الناس، عائلات تشردوا، عائلات كيسعاو ما كنشوفوهمش، عائلات تمحلوا جسميا نفسيا وتعقدوا نفسيا. مصيبه كحله.
دابا حنا اللي غنطلبوا من سيدنا ان شاء الله، نتمنوا الخير من سيدنا. من هذا المنبر كنادي على سيدنا الله يجيب ليه الشفاء والله يشافيه ويحفظ الاسره الملكيه، وان شاء الله يستجب لنا الدعاء ديالنا وتفضل هذا المشكل ديالنا. حنا السنين حنا غاديين جايين، حنا ملينا ماشي ملينا، حنا ما غنسمعوش في حقنا، ملينا من هذا التكرار، تاجيل. هذه الجلسه تاجل، هذه تاجلت، دابا عندنا جلسه في شهر 11 20 في 11 ان شاء الله نبقى انا في الحياه. المستجدات ديال القضيه كما شاهدتوا معنا انه كانت اعاده ديال المناقشه ديال القضيه باب دارنا من جديد امام الهيئه، وهي مشكله من اعضاء منهم من هو جديد. فبالتالي قانون المسطره الجنائيه بالدرجه الاولى طبقا للمقتضيات 370 365 وغيرها من المقتضيات كيخلي بان الحكم القضائي الذي يصدر على الهيئه يجب ان تكون قد نوقشت امامها جميع المعطيات حتى تكون قناعتها. ما يمكنناش نناقشوا واحد القضيه امام هيئه وتجي هيئه جديده ونرفعوا امامها وهي ما عندهاش علم بالوقائع والمعطيات ديال القضيه، وعندها اسئله حتى اللي بغات تطرحها اللي كيكون حتى الاعضاء بيوضعوها على طريق السيد الرئيس المسير ديال الجلسه. بالتالي ما فعلته الهيئه الموقره هو تطبيق لروح القانون، احترمت المقتضيات القانونيه ديال قانون المسطره الجنائيه بالدرجه كما سبق لكم وشرت الدرجه الاولى، اللي كتعتبر بان هذه القضيه يجب ان تعاد مناقشتها امام هذه الهيئه وذلك ما كان، واحترمت جميع حقوق ديال الاطراف بما في ذلك بعض المتهمين اللي كانت عندهم ظروف صحيه وما استطاعوش يحضروا جلسات اخرى احضروا، ومنهم متهمه تمتعت بالعفو على حسب تصريحها في انتظار ادلائها بمقرر ديال هذا العفو الملكي باش نطلعوا على المضامين ديالو ونتاكدوا من مجموعه من المعطيات، لان العفو الملكي عنده شروط. وغادي نشوفوا هذه المساله لان باقي عندنا الحق حتى حنا ممارسه مجموعه من المساطير في هذا الخصوص. وكانت المناقشه اليوم قد عرفت الاستماع لجميع المتهمين بخصوص جميع الجرائم المنسوبه اليهم بطريقه اللي خلت المحكمه تضع يدها على مكامن الخلل وعلى جميع المعطيات حتى بالنسبه للعضو الجديد. الاسئله اللي وضعت المحكمه كانت كافيه بالنسبه لنا في مجموعه من الامور، انما كانت عندنا اسئله اخرى كاين عندنا تصريحات سابقه اكدها المتهم ولا داعي لاعاده طرحها ما دام هاد المتهمون قد اكدوا تصريحاتهم السابقه. هذه التصريحات وان تمت امام هيئه مخالفه هيئه اخرى الا انها كتبقى تصريحات قضائيه اعطيت امام هيئه قضائيه سيكون لها اثرها، وبالتالي لا داعي لاعاده مجموعه من الاسئله اللي عندنا تصريحات بشانها حفاظا على الوقت القضائي والزمن القضائي. بالتالي المحكمه اليوم كيف ما كنقولوا المتهمون لم يستطيعوا ان يبرئوا انفسهم بما هو مقبول قانونا، لان المعطيات التي افادوا بها المحكمه ماشي ما كانتش معززه بمعطيات جديده او لا بمعطيات اللي فيها حجج اللي من شأنها أن تغير مجرى هذه القضية، وهي نفس المعطيات التي كانت أمام المرحلة الابتدائية، والمحكمة الابتدائية اعتبرت بأن الإدانة واجبة في حق هذه المتهمين. بالتالي في انتظار صدور القرار ديال المحكمة احنا ننتظر إن شاء الله بإذن الله الجلسة المقبلة من أجل المرافعات ومن أجل توضيح مجموعة من المستنتجات للمحكمة لمساعدتها في تعليل حكم يكون عنوانا للحقيقة. بالتالي هذه الجلسه اللي غتكون ان شاء الله مقبله هي اللي غتعرف المرافعات. اليوم انتهينا من المناقشات فيما يتعلق بجميع المتهمين، عندنا ثقه كافيه في القضاء المغربي وفي المؤسسات ديالنا، ولذلك كنحضروا بكل فخر واعتزاز وكنحضروا كنبسطوا جميع الوسائل القانونيه التي يسمح بها القانون دفاعا على هذه الاطراف وحمايه وصونا للقوانين المنظمه ديالنا في المغرب بما في ذلك قانون المسطره الجنائيه والدستور والاتفاقيات الدولية التي صودق عليها من طرف المغرب والتي أكدت ذلك مقتضيات الدستور في ديباجتها. بالتالي احنا ماشي ضد الحقوق ديال شي متهم وماشي ضد أنه المتهمين يتمتعوا جميع الحقوق ديالهم بما في ذلك حتى التقدم بملتمس الصراح، لأن كان واحد الملتمس ديال الصراح يتعلق بالموثق اللي تقدم به احد الزملاء الذين ينوب يعازر هذا الموثق، وحنا بالنسبه لنا المحكمه راه كفيله بحمايه الحقوق ديال جميع الاطراف وحتى النيابه العامه كذلك، لان هذا الدور ديال النيابه العامه. فمن الصعب اننا نقدروا مثلا نقول لك واش غنعترضوا على الصراح ولا ما اعترضوش، الحمد لله اننا كنا في غنى عن ذلك، فالنيابه العامه راه متكفله بهذه المساله والمحكمه كذلك، في انتظار ما ستقرره المحكمه في الجلسه المقبله بخصوص هذا الصراح ديال الموثق، وفي انتظار المرافعات غادي نبدوكم ان شاء الله بها في المستنتجات وبواحد الوثائق اللي ما بغيناش نجيو على الذكر ديالها قبل الابان ديالها وقبل اننا نواجهوا او نعطوها للمحكمه هي الاولى في المرافعات ديالنا ان شاء الله.